ما تيجوا بقى النهارده اوريكم الكبده الاسكندراني بقى على اصولها وبتكاتها وازاي تطلع معاكي طعمها ولا اجدع محل كبده في اسكندريه كلها. يلا بينا نشوف الوصفه وطريقه تحضيرها. هبدا اول حاجه هيبقى معايا الطحينه وبطاطس، وده شيء اساسي جنب الكبده. اول حاجه بقى هجيب راس توم كده كبيره، هفرمها واحط عليها معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه صغيره شطه، ومعلقه كزبره بتديها تيست عالي جدا، وليمونه كده وعصريها عليها، وقلبي الخلطه دي ونزليها على الكبده الاسكندراني. الكبده ما بتتغسلش يا جماعه خالص. هنزل الخلطه كلها وهسيب معلقه للطحينه. هنزل بقى كده عليها واقلبها في بعضيها واسيبها لمده ساعه كامله تتنقع وتتشرب في قلب التومه تديني طعم حلو. هجيب بقى الطحينه، هبدا احط عليها معلقه برضو اللي انا عملتها بتاعه التتبيله، مش هحط بقى ملح ولا اي حاجه تاني. هقلبها كويس جدا مع الطحينه واحط عليها عصره نص ليمونه ومعلقه صغيره ملح واحط كوبايه ميه. بس دي كده الطحينه بتاعت اسكندريه اللي بتتعمل جنب الكبده وجنب المشويات، سهله جدا وبسيطه. وده كده القوام بتاعها. هسيبها بقى على جنب. وطبعا بقى ايه، هجيب الطاسه انزل فيها الزيت واحط واسيبه بقى يسخن جامد اهم حاجه، وانزل عليه بالكبده زي ما انتم شايفين ياخد لون من تحت، وهقلب الكبده زي ما انتم شايفين بقى كل شويه. بس اهم حاجه لو ما تقلبيش الكبده وهي لسه نازله على النار عشان ما تنزلش ميتها. وهحط بقى فلفل اخضر حامي او بارد وتخلص معايا بقى، واعصر عليها بقى ليمونيه كده كبيره او ليمونتين. اهم حاجه الليمون في الكبده بيدي طعم هايل. جربي بقى الطريقه دي وهتعجبك جدا جدا. يلا لايك وشير للفيديو ووصلوا للناس كلها.